السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزين ناكل عايزين ناكل. ولادي طول ما هم قاعدين يا ماما عايزين ناكل عايزين ناكل. طب تاكلوا ايه يا ولاد؟ قال اعملي لنا كنتاكي. كنتاكي يا ولاد يا ولاد اللذينه، عايزين نشتري بفلوس قد كده. العيال وابوهم عايزين يقلبوني، بس ابوهم هو اللي بيسلطهم يا جماعه. والله خلي بالكم من الموضوع ده. اي واحده عياله هتطلب اي حاجه من بره اعرفوا ان ابوهم هو اللي بيسلطهم. طيب تعالوا نشوف بقى انا ضحكت عليهم وعلى ابوهم ازاي علشان اخلع انا من الليله ديت. المهم رحت جايبه كيلو اجنحه دجاج كده زي ما انتم شايفين، ماسكاهم غسلهم غسله تمام التمام ومظبطاهم، وقالتهم وهم نايين يخرب عقلك يا منى وهم نايين. طبعا وهم نايين. امال ايه؟ احنا بقى هنخترع الجديد عندنا. احنا الجديد عندنا كنتاكي الجديد الروعه فوق الروعه. بس يلا كده قولوا لي لايك، قولوا لي ادوني لايك وشير كده وظبطوني. المهم ده ايه يا بنات؟ ده دبس رمان. ماشي، خليكم ركزوا معايا في الخلطه اللي جايه دي. وده ايه؟ ده صوص باربيكيو يا بنات، اوعي تنسوه. اقسم بالله هتاكلوا صينيه ما حصلتش. خليكم معايا للاخر هتشوفوا الجمال، هتشوفوا الحلاوه، هتشوفوا ان انت قد ايه وفرتي فلوسك. بدل ما كانوا بدل ما ابوهم مش هم غلابه، بدل ما ابوهم يضحك عليكي ويقلبك. المهم حطينا شويه كمون على شويه كزبره على شويه فلفل اسمر على 7 بهارات. بص بقى ظبطي بقى توم باودر بصل باودر. لا هتحتاجي تحطي توم فصوص ولا بصل ناشف. بصوا انا بوريكم ان علبه الباربيكيو اللي هي البورسلين ديت وقعت مني اتكسرت، بس برضو لحقت شويه منها يعني. حطينا شويه وحطينا شويه ملح وظبطنا الدنيا. صوص الباربيكيو ودبس الرمان يا بنات هتحطوا منهم من كل واحد معلقتين مش اكتر من كده. تخيلي ان الاكله الجامده دي اتعملت بمعلقتين. يخرب عقلك، عملت فيهم كل ده وعملت فيهم كل ده. وحته زبده صغننه قد ايه. بصوا كانت العلبه خلاص خلصت مني بقى، وقلت والله لا انا ايه حطاها بقى ومظبطاها كده حته صغيره اهي. بعتنا جبنا حاجه، غرمنا حاجه، ضحكوا علينا. محدش يقدر يضحك علينا طبعا. اوعي جوزك يضحك عليكي، اضحكي انت عليه وظبطيه، وبدل ما يرمي العيال عليكي ارمي انت عليه. ماشي. المهم بناخد الاجنحه كده تشويحه زي ما انتم شايفين كده، وش وظهر، وزي ما انتم شايفين كده اخدها تشويحه من الجنبين. خلي بالكم ان هي بتلزق مش مشكله يعني، هي بتطلع معاكي بسهوله ما فيهاش مشكله ولا هتتهري منك ولا اي حاجه. بس يعني ايه ازاي ان انت تاكليها نيه كده يا منى؟ والله العظيم يا جماعه قسما بالله تحفه التحفه تحفه من هنا للسنه الجايه. وفرتي فلوس كتير، عملتي اكله جميله جدا. ممكن تحطي جنبها شويه مكرونه شويه رز. الولاد بصي هياكلوا وهيشبعوا وهيحبوها جدا، وهتندمي لو ما عملتهاش وهيطلبوها منك كل يوم. حتى ابوهم هيتبسط منك قوي 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 قوي. المهم زي ما انتم شايفين كده قالتها كلها، ورحت مطلعاها حطاها ايه في الصينيه قدامكم. زي هو كل اللي حصل ده. بصوا الاكله كلها ما خدتش مني 7 دقايق بالظبط وانا واقفه على البوتاجاز. كنت عامله الصوص وكنت قلياها وكنت مظبطه. تخيلي بقى في اسرع وقت كده. تخيلي انت مش ممكن تصدقي الغدوه السريعه دي ويجي كده مبسوط ومهيص. يلا ما علينا كله بثوابه. المهم كان عندي نص فنجان طماطم زي ما انتم شايفين كده، وفنجان الميه ده. لا هتحط حاجه تاني عليها ولا اي حاجه. يلا حطينا كل ده واحنا حاطين ملح طبعا قدامكم ومظبطينها. تعالي بصي بقى انا بعمل ايه. بحط نص الفنجان الطماطم ده وشويه ميه صغيرين كده بس كده. شكرا على كده. حطيهم بقى في قلب الصينيه كده على الاجنحه وايه، واديهم وش كده. وكانت محتاجه، انا حسيت ان هي محتاجه ملح تاني فحطيت لها. طبعا الملح ده حسب رغبتك انت. تمام كده. حطيت الحاجه كده على الوش كده بحيث ان هي تطلع معاكي مستويه شاربه من الصوص حلوه قوي. الوش بتاعها متحمر هتشوفي حته طبق. والله خيالي خيالي فعلا يعني. وهنا كده ايه كنت مصمصت كده، فاهمه كلمه مصمصت كده بتاع زمان ديت. الطبق بشويه ميه كده ورحت حطاهم عليه. الباربيكيو يا جماعه غالي ودبس الرمان. امال ايه؟ اوعي تفوتي حاجه، خليكي بقى نايفه كده زينا. المهم كنت مقطعه شويه طماطم كده مكعبات حلوه قوي. قلت اما اديها ايه شكل كده حلو وطعم احلى في وسط الطبق اللي احنا هنعمله. ماشي. وكنت حاطه عليها ايه الهريسه الشطه اللي احنا كنا عاملينها. فكروني يا بنات، فكروني. الهريسه خلصت خلاص، فكروني ان احنا نعمل بقى شويه. ماشي. دي اللي احنا كنا عاملينها مع بعض. المهم عملتها كده وحطيتها في البوله الصغيره كده. والله العظيم كلوا شبعوا. مش ممكن بجد الجمال اللي كانت فيه يعني. بصي مش هقول لك، ممكن تحطيها جنب حاجات يعني. بصي زيادات ممكن تحطيها كاكله مخصصه لوحدها. بصي هتعملي بيها حاجات كتيره قوي 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 وبتكلفه بسيطه جدا. طماطميتين جنبها كده، شويه رز، شويه مكرونه. خلصت الغدوه. يا نهار ابيض. تعالوا بقى نشوف هنحطها ازاي. ما هو العين بتاكل قبل البق. امال ايه؟ تعالوا كده شوفي. خليكي ناصحه وشاطره ومدبره. ما تخلوش يضحك عليكي ويرمي العيال عليكي ويقول لكم روحوا يا اولاد روحوا لماما نفسك في كنتاكي، نفسك في بيتزا، نفسك في مش عارف ايه. روح يا مروان، روحي يا جي. لا طب عليا انت هتضحك عليا ولا ايه؟ لا خليك كده حلو كده وصاحي ورايق. ويعني بلاش شغل الصياعه ده. ما علينا.
بيخليني اطلع كل اللي عندي يا جماعه والله. المهم زي ما انتم شايفين كده هي كانت طلعت من الفرن الحمد لله والله يا جماعه 10 دقايق وكان ده منظرها في الفرن. تعالي بقى خدي شويه صوص من اللي هم في الصينيه كده مطرح اللي احنا عاملينه دوت، وحطيه على الوش كده، شوفي هيديكي شكل جمال. والطعم بتاع الصوص الخلطه كلها على بعضها كانت جميله جدا. التوم البودر والبصل البودر مخليين الخلطه حلوه قوي 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 يا جماعه، وهي فعلا حلوه. ممكن تستبدلي الصوصات دي بايه؟ بعسل اسود، عشان لو ما عندكيش الصوصات دي بتقولي ده غاليه ولا حاجه استبدليها بعسل اسود، ولكن الازازتين دول هيقعدوا عندك وقت طويل جدا وتعملهم اكلات كتيره قوي. بصوا حطيت بقى طبق الطماطم كده في النص وظبطتهم. ضحكوا عليا ولا ضحكت عليهم؟ انا عايزه رايكم في التعليقات. لو الطبق عجبكم ادوني لايك وشير وادعوا لي دعوه حلوه، وقولوا لي هم مين اللي ضحك على التاني فيكم. ايه رايكم يا جماعه؟ بالله عليكم ايه رايكم؟ انا مستنيه تعليقاتكم. هو جوزي اللي ضحك عليا ولا انا اللي ضحكت عليه يا جماعه؟ اشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله.